لاتحاد الكرة المصري. بوجه السؤال ده للجنة التحكيم في الكرة المصرية. ومن فترة كده كان هناك مباراة نهائي كأس مصر ما بين الأهلي وبيراميدز، وتم تحديد اللقاء تقريبا قبل 12 يوم من المباراة، وتم الإعلان عن ميعاد هذا اللقاء قبل 12 يوم من المباراة. طيب، اللائحة بتقول إذا طلب أي نادي حكم أجنبي لازم يكون قبليها ب 14 يوم. دي اللائحة، واللائحة لا تمنع استقطاب الحكام الأجانب بشرط إن النادي اللي بيطلب الحكام الأجانب هو اللي يدفع الفلوس. خلاص؟ فجي بيراميدز عايز حكام أجانب، قالوا له لا، اصل انت لازم تبعت قبليها ب 14 يوم. قال لهم ابعت قبليها ب 14 يوم وانتوا باعتين لي قبليها ب 12 يوم. وكان ليا في رمضان كده كنت معزوم على السحور يعني في مصر هنا لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأستاذ عبد الله شاهين. فتواجد اتحاد الكرة المصري هناك وسألتهم انتوا رافضين ليه الحكم الاجنبي؟ فقالوا ان احنا عايزين نرتقي بالحكام المصريين، وده طلب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة الحكام الراجل البرتغالي، تمام؟ وانه طلب لو انتوا عايزين حكام مصريين يكونوا متواجدين في كأس العالم او يعودوا مرة اخرى للريادة التحكيمية في افريقيا، لابد ان نستعين بالحكام المصريين في ماتشاتنا. رغم ان مثلا في الدوري السعودي في تطور، الكرة السعودية راحت لكأس العالم، عندهم حكم راح كأس عالم، لكن في نفس الوقت معظم ماتشاتهم بتدار بحكام اجانب. بس مش دي القصة. انا ليه بقعد ارغي معاكم كده وعايز اوصل لايه؟ عايز اوصل دايما للمنطق والعقل في طرح اي موضوع. تمام. ثم قام بتحكيم لقاء نهائي كاس مصر الاهلي وبيراميدز طاقم تحكيم مصري، مفيش مشكله، خلاص ده توجه. طيب، جينا بقى الماتش السوبر، نادي الزمالك طلب حكام اجانب، فاتحاد الكره المصري قال لك لا، احنا مستمرين في دعم الحكم المصري. وعايز اقول لكم حاجه كمان، ان في العقد المبرم ما بين الاتحاد المصري وما بين مجلس ابو ظبي الرياضي ان يكون طاقم التحكيم اجنبي، طاقم التحكيم بالكامل اجنبي، وعلى ان كمان ان الفلوس الحكام اللي هيديروا لقاء السوبر يتحملها مجلس ابو ظبي. ده في العقد المبرم ما بين الاتحاد المصري ومجلس ابو ظبي، او المسؤولين في كرة القدم او الشركة الراعية مع مجلس ابو ظبي. خلاص؟ تمام. هنا السؤال اللي انا بسأله، وهل كلامي منطقي ولا لا؟ هو الحكام اللي حكموا ماتش السوبر مصريين؟ اللي قعدوا على الفار مصريين؟ لا، اللي قعدوا على الفار كانوا اماراتيين. الله، هو انت عندك توجه لمساعدة الحكم المصري وبالتالي لازم يكون طاقم التحكيم مصري؟ يعني ايه نص مصري نص اجنبي؟ يعني هل الحكم المصري على الفار ما عندناش حكام زي مثلا محمود عاشور راح دورة طوكيو؟ كان على فكرة محمود عاشور قاب قوسين او ادنى من انه يروح كاس العالم، تمام؟ طب هسأل سؤال، ليه خليت الحكام اماراتيين اللي هم بتوع الفار؟ مش انت بتقول لي وقلت البيراميدز وقلت للزمالك وفهمتنا ان انت بتدعم التحكيم المصري وان انت عايز الحكام المصريين يرجعوا تاني؟ طب حضرتك ليه بتحط على الفار اماراتي، طقم اماراتي، وبتحط طقم مصري؟ ليه؟ يعني مجرد ما انت لو عايز تدعم التحكيم المصري
هتحط الطاقم بالكامل مصريين. زي ما عايز تساعد الحكم الساحه انه يتطور من مستواه، بتساعد الحكام على الفار انه يطوروا من مستواهم. لكن حاجه غريبه جدا ان انت بترفض الحكم الاجنبي في نهائي كاس مصر، بترفض طلب الزمالك، وفي نفس الوقت بتحط طاقم تحكيم اجنبي على الفار. خلاص؟ ادي اول حاجه. نروح لتاني حاجه والكارثه اللي حصلت النهارده. اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه معلومات مش رأي. النهارده كان في جلسه ما بين لجنه الحكام وحكام مصر، ما بين لجنه الحكام وحكام مصر لتحليل الحالات في الماتشات الاخيره. تمام؟ فاللجنه المصريه موجود بعد عوده كابتن محمد فاروق من مراقبه مباراه السوبر، وكمان في وجود كل الحكام، كابتن توفيق السيد، المدير او رئيس لجنه الحكام البرتغالي، والكابتن احمد ابو العلا اللي كان متواجد مع كلاتنبرج وبيقوم بالترجمه، وكان موجود ايضا النهارده بيقوم بالترجمه لرئيس لجنه الحكام البرتغالي، وهو اللي بيتحاور مع الحكام. وبداوا الحاله الاولى، كان في اكتر مثلا من 10 حالات 12 حاله، بداوا الحاله الاولى، الحاله الثانيه، جم عند الحاله الثالثه، وكانت مباراه البنك الاهلي والمقاولين واحتساب ضرب الجزاء في الوقت الضايع، كان في الدقيقه 90 حاجه زي كده. شوفوا لي كمان ضربه الجزاء دي يا جماعه. وبدات لجنه الحكام تقول رايها، والرئيس لجنه الحكام البرتغالي ما بيقولش رايه، يعني ما بيقولش رايه في الحاله، المصريين هم اللي بيقولوا رايهم. تمام؟ فكان في المباراه دي الحكم اللي قاعد على الفار اسمه الكابتن محمود دسوقي، بيحكم في الدوري كتير. تمام؟ فالكره جت 2، واحد طلع بدماغه والتاني طلع بدماغه، فواحد لعب الكره بدماغه فالتاني خبط في دماغه من ورا، فالحكم ما حسبش حاجه. فمحمود دسوقي رايح كلم الحكم وقال له تعالى شوف اللعبه عشان فيها ضربه جزاء. فالحكم راح بناء على طلب حكم الفار ان هناك تشيك فار وفي ضربه جزاء، راح شاف الكوره فاقتنع الحكم. لو عندكم الحاله تعرفوا تجيبوها لي جيبوها لي. فاقتنع الحكم ان الكوره ضربه جزاء، واعتقد الكوره دي ضاعت. كان احمد علاء اخو محمود علاء اللي شاطها تقريبا، محمد ابو جبل هو اللي صدها تقريبا على ما اتذكر يعني. المهم، فاللجنه قالت بتقول لمحمود دسوقي انت تدخلت ليه؟ الكوره مش ضربه جزاء. فمحمود دسوقي اتنرفز وقام، كابتن محمود دسوقي اتنرفز وقام وراح قال ايه؟ انتوا يعني انتوا هتجننونا، انتوا قلتوا لنا ان الكوره دي ضربه جزاء، وايام كلاتنبرج ونفس لجنه الحكام اللي موجوده قالت ان الكوره اللي زي دي ما تتحسب ضربه جزاء. دلوقتي بتقولوا الكوره ما تتحسبش ضربه جزاء؟ ما ترسلكم على حل، انتوا مره تقولوا لنا ضربه جزاء ومره ما تقولولناش ضربه جزاء. فابتدى احمد ابو العلا بيترجم للراجل البرتغالي، فمحمود دسوقي راح داخل في الكابتن احمد ابو العلا وراح قايل له انت بتترجم غلط وانت ما بتقولش الحقيقه. وابتدى يكون في تراشق في الكلام ما بين كابتن احمد ابو العلا اللي متواجد على المنصه وما بين كابتن محمود دسوقي اللي قاعد مش فاهم ليه بيقولوا انها مش ضربه جزاء، وقبل كده كانوا بيقولوا لو جات لكم لعبه زي دي احسبوها ضربه جزاء، فبقى مش فاهم. فبدأ يحصل تراشق ما بين احمد ابو العلا، كابتن احمد ابو العلا اللي موجود في لجنه الحكام، وما بين كابتن محمود دسوقي الحكم اللي موجود يعني من حكام الفار اللي بيديروا مباريات الدوري المصري، وكثير من المباريات كان متواجدا حكما للفار، وكمان بيحكم في ماتشات في الدوري الممتاز وبيحكم ماتشات في دوري الدرجه الاولى به. بصوا بقى اللي حصل يا جماعه وركزوا مع كل كلمه.
حصل التراشق، فمحمود دسوقي راح قايل للكابتن احمد ابو العلا، قال له انا مش عايز اتكلم ومش عايز اقول انت كنت عايزني اكتب ايه في تقريري في ماتش السكه والترسانه. انا مش عايز اتكلم وكنت عايزني اكتب ايه في التقرير. فابتدى الموضوع يسخن ويولع. فالراجل بعد الحاله الثالثه، الراجل البرتغالي، راح قال لهم فضوا الاجتماع، فضوا تحليل الحالات ونهوا الاجتماع، والحكام مشيوا ولجنه الحكام مشيت. لكن الخطير في هنا يا جماعه ان الكابتن محمود دسوقي بيقول لعضو لجنه الحكام، بيقول له انا مش عايز اقول ايه انت كنت عايزني اكتب ايه في تقريري. وده كلام خطير، وده معناه ان لجنه الحكام بتكلم الحكام تقول لهم اكتب ايه في تقريرك وما تكتبش ايه في تقريرك. وده اللي يشككنا في ما يقال من لجنه المسابقات. كل ما تيجي تكلم لجنه المسابقات تقول له الحكم ما كتبش حاجه في تقريره، اصل الحكم ما قالش حاجه في تقريره، اصل المراقب ما قالش حاجه في تقريره، فانا ما اقدرش اخد ادي عقوبه طالما الحكم ما كتبش حاجه. وطبيعي ومنطقي يا جماعه، الحكم لو كان هناك طرد مستحق للاعب او طرد مستحق للاعب اخر او طالما الحكم ما عملش ده اثناء اللقاء، لا يمكن هيكتب في تقريره اي حاجه ضد اي لاعب، لانه هيطلع نفسه ما بيفهمش، هيطلع نفسه غلطان. فما فيش حد هيطلع نفسه غلطان. وبالتالي كمان من المفترض بقى ان مراقب الحكام يكتب تقرير في الحكام. فتخيلوا اما الكابتن محمد فاروق يطلع يقول على طاقم تحكيم السوبر انه كان 10/10، ونيجي لطاقم تحكيم الفار اللي هم حكام اجانب، اللي هم اساسا طول الوقت بيقولوا لنا احنا عايزين نرتقي بالحكم المصري، فراح محكم نص مصري ونص اجنبي. ودلوقتي اما تيجي تتكلم هو الفار ما تدخلش ليه؟ مش هتفتح بقك بقى، دول حكام اماراتيين وبتاع. هو الفار ما تدخلش ليه في الكرة الاولانيه؟ الفار ما تدخلش ليه في الخناقه؟ هو هاني عبد الفتاح نفسه هو واقف شايف بيحوش والناس عماله تضرب، ما تدخلش ليه؟ طب هو مش هيكتبوا في تقريرهم؟ ما طبعا مش هيكتب في تقريره، هيطلع نفسه غلطان. وهنا دي كارثه يا جماعه، وانا بطرحها للراي العام. ما قاله على مرأى ومسمع من كل حكام مصر الحاليين وامام لجنه الحكام اللي بتدير كره القدم في مصر، اما حكم يقول لعضو لجنه حكام انت كنت بتقول لي انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت من ساعه ما قلت لي اكتب ده في تقريرك وانا ما كتبتش وانت بتعمل معايا كده. يا نهار ابيض يا جماعه. يعني عضو لجنه الحكام بيقولوا للحكام تكتبوا ايه في تقريركم وما تكتبوش ايه؟ ده مش كلامي، وده مش مثلا رأي، ده حصل النهارده في اجتماع لجنة الحكام النهارده مع الحكام. حكم بيقول لعضو لجنة الحكام وبيعايره وبيقول له انت ضدي عشان انت كنت عايزني اكتب حاجات في تقريري. تخيلوا، انتوا متخيلين الموقف ده ولا لا؟ طيب، ده كان موقف من المواقف اللي بتوريكم